سائل يقول: في بعض الحالات المرضية وأثناء الصوم قد يطلب الطبيب من المريض الإفطار، وذلك دفعا للضرر عنه، وقد يرفض المريض الإفطار اجتهادا منه في طلب الأجر من الله أو لعدم رغبته في صيام أيام أخرى، فما حكم طلب الطبيب في مثل هذه الحال من ذلك المريض؟ وما حكم رفض المريض الإفطار الذي قد يضره إذا استمر بالصوم؟ أما الطبيب فيجب عليه أن يأمر المريض بالفطر إذا كان الصوم يضره، لأنه مؤتمن، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما المريض فإذا قال الطبيب الثقة إن الصوم يضره صار الصوم في حقه حراما، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنقول للمريض الذي قال له الطبيب إن الصوم يضره ولكنه صام، نقول هذا حرام عليك، ويخشى إن صمت وكان صومك سببا في موتك أن تكون ممن أعان على قتل نفسه.